السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة يا رب. طبعا احنا خارجين من شهر رمضان مكسلين، فقلنا لا بلاش كسل بقى، ونحاول نعمل لكم حاجة كده حلوة بحيث تنفعنا في الصيف ان شاء الله. وعندنا شم نسيم خلاص على الابواب، فقلنا نعمل شوية كده فراولة كده نحطهم في الفريزر عشان لما يخش علينا كده الحر والصيف نلاقي حاجة ايه تطر على قلوبنا يعني. فما لقيتش غير الفراولة دي، حاجة أنا بعشقها بصراحة. الفراولة دي من عشاق الفراولة، وليها فوائد ما شاء الله، يعني ليها فايدة. فأنا قلت بقى شوية كده أعملهم وأروح مدخلاهم الفريزر، بحيث إن أي وقت كده أروح مطلعة كيس وأروح ضربة وأعملهم عصير. فزي ما انتوا شايفين كده انا جبت فراولة، فلقيتها في جزء منها يعني احمر، يعني مش كلها حمرا صراحة، فقلت لا ده انا ايه اخزنها احسن. فتعالوا يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بصوا يا بنات، انا بجيب الفراولة بقطع طبعا انا غسلاها ومنضفاها وكنت نقعاها ومخليها زي الفل، وسبتها تتصفى زي ما انتوا شايفين اهي. خليتها تتصفى خالص من الميه. تمام. وهبتدي بقى اشيل بس الايه مكان البذره اللي بتبقى محطوطه من فوق كده، بشيلها. شايفين اهي بشيلها، وابتدي اجيب ايه طبق بحيث ان انا ايه اروح مقطعها. هي سهله جدا يا بنات، انا مش بضربها في الخلاط، انا بقطعها زي ما انتوا شايفين كده اي تقطيع. هبتدي اقطع الفراولة اي تقطيع اهو كده، اي تقطيع اهو كده. اشيل بس اللي من فوق دي وابتدي اقطعها اي تقطيع يا بنات. صراحة الفراولة اليومين دول يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كتيرة. هي كانت نازلة غالية في رمضان، كانت حوالي في ب35 وكان في ب40، بس انا دي انا لقيتها ب25 جنيه. مش وحشة، تأدي الغرض. هي الفراولة انواع بصراحة، انا بحب الفراولة اللي هي بتبقى بلدي. في نوع تاني بس انا للاسف لقيتها برضو متخلطة، يعني لقيتها بصوا شايفين البلدي بتبقى كده، شايفين الحجم ده، دي بتبقى البلدي اهي، وريحتها رهيبة اهي. بصوا شايفين بلدي، لكن اللي بتلاقيها كبيرة بالشكل ده بتبقى متخلطة، دي مش بلدي اهو. شايفين بتبقى كبيرة قوي كده، ده في كمان احجام اكبر يعني. فانا قلت خلاص بقى، يعني جبتها وخلاص، وقلت بقى ما بدهاش. قلت بقى اشيلها في الفريزر. زي ما انتوا شايفين انا بقطع دي كده اهو كده اهو يا بنات. طبعا دي من لازم يا بنات تتنقع وتتنضف كويس جدا. انا بقول لكم تتنضف كويس جدا وتتنقع، وتسيبوها بقى ايه بعد ما تغسلوها شطفتين 3 تسيبوها ايه تتصفى، وما تسيبوهاش بميتها، عشان لو سبتوها بتبوش وممكن يعني تضرب منكم. فانتوا تنشفوها حلوه، تنشفوها حلوه جدا من الميه. بصوا يا بنات زي ما انتوا شايفين كده اهو، اي تقطيع اي تقطيع. خلص التقطيع واجيلكم. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا خلصت الكميه اهي. طبعا هروح نقلاها في الطبق ده، وابتدي اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو ما شاء الله اللهم بارك. واجيب السكر بتاعي بقى، وابتدي بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده اروح موسعه كده تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهو، حطيت السكر، ابتدي اقلب كده اهو. افضل طريقه انك انتي تخزني بيها الفراوله، دي افضل طريقه.
تقعد معاكي من السنه للسنه. انا بتقعد معايا بسم الله ما شاء الله. تمام. ونبتدي بقى ايه، نعبيها في اكياس. حطينا لها السكر ونعبيها في اكياس، وحسب الرغبه تعمليهم على كذا كيس، على زي ما انت عايزه، بحيث انك انت تطلعي جزء كده يفك وتضربيهم بميه كده ساقعه شويه سكر تاني، وتضربيهم ويبقى عصير فراوله. وممكن تحطي انت وبمزاجك بقى، ممكن تحطي لبن برضو بيبقى جميل قوي 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 قوي. يلا بينا بقى نعبيهم زي ما انتم شايفين كده يا بنات. ابتدي اعبي كده اهو. عايزه اقول لكم على سر خبيته عليكم. بصوا يا بنات، انا بصراحه عملت فسيخ تاني، حللت فسيخ تاني، فاستنيني كده لحد ما اخلص اعبي بس الفراوله وهقول لكم عملت ايه. زي ما انتم شايفين يا بنات عملتهم 3 اكياس. خلي بالكم انا كلت اللي كلته لان بحب اكلها برضو صحيحه، ودول قلت اما اشيلهم يعني. بس اهو طلعوا 3 اكياس، ومجرد يا بنات ما حطيت سكر بقت عامله زي الشربات ما شاء الله، وريحتها رهيبه رهيبه رهيبه. هدخلهم الفريزر وهقول لكم الفسيخ بقى عملته ازاي. طبعا يا بنات الكنتالوب في منتهى العسل، عسل نحل، عسل نحل. جبت برضو كنتالوب والله العظيم سكر سكر. قطعت طبعا فراولة، طبعا التاكل يعني، عملت طبق كبير كده فراولة وقطعت عليه كنتالوب كده وحبة سكر، رشة سكر كده، وسبتهم يشربوا من بعض. عايزة اقول لكم مش ممكن على الجمال والحلاوة. احلى حاجة في اليومين دول الفاكهة، كلوا زي ما انتوا عايزين، الفاكهة جميلة جدا وصحية. طبعا نركن كده الكنتالوب كده على جنب يا بنات. بصوا بقى، ادي المفاجأة. بصوا يا بنات، انتوا عارفين ان انا عملت فيديو خللت ايه فسيخ، تمام، وطلع بسم الله ما شاء الله. فقلت لا ما يجيش بقى شم النسيم وما خللش. بس بصراحة يا بنات والله ما قدرت، لاني طالعة من رمضان تعبانة مجهدة وتعبانة، وغير كده انا بصوم الستة البيض يعني لسه بادئه فيهم بقالي 3 ايام، فكان صحيا مش قادره اصور بصراحه. فانا بوريكم اهو عملتهم اهو تمام. ده غير اللي في الفريزر. انا عايزه اقول لكم انا اللي خليته الاولاني ده يعني اتاكل منهم مش عارفه يعني بتاع 2 تقريبا، في الفريزر شايله واحده. استنى هوريها لكم. بصوا يا بنات اهو، ده اللي انا خليته نركنه كده على جنب، تمام. انا جبته لكم بس عشان اقول. ودي يا بنات اللي انا كنت مخلياه معاكم بصراحه رهيب والله العظيم، رهيب يا بنات، ريحته وطعم وحلاوه ونظافه. بصوا اهي، اهي يا بنات دي اللي باقيه اهي، اهي دي اللي باقيه اهي. قلت اشيلها في الفريزر اهي تمام. وقلت بقى إيه خليت بقى الجزء ده، قلت عشان شم النسيم بقى نديها برضو ايه اكلة فسيخ. طبعا يا بنات انا طولت عليكم في الفيديو، معلش بقى، بس انا حبيت اقول لكم واعترف لكم لحسن بصراحة يعني تزعلوا مني لما اجي اعمل لكم فيديو الفسيخ، فقلت اقول لكم من دلوقتي. فمعلش اعذروني معرفتش اصور والله غصب عني. يلا بقى اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، وادولي دعوه حلوه من قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم السلام عليكم.